صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بمناسبه العيد، والنهارده جيت اوريكم بقى الروتين بعد ما فرشت كده. كنت فرشت وخلصت الحمد لله، يعني بعد ما تعبت تعب رهيب، بس الحمد لله النتيجه روعه. كده بقى كنت خلصت وفرشت. ادي السرير بقى، والشباك طبعا فاتحاه عشان الجو حر. ودي الاباجورات بتاعتي القمر، هي مفيش كهربا طبعا واصلالها، بس هي فيها لمبات، يعني مفيهاش لمبة حتى اهي، بس مفيش كهربا طبعا هنا، هجيب لها حاجة يعني اوصل لها. ودي التانية برضو، وكده شكل السرير بتاعها. فرشت طبعا بقى الملاية دي لسه جديدة اهو، اول فرشة ليها، يعني هي كده شكلها تحفة ما شاء الله. كده كان شكل السرير. يلا بقى، لو لسه مشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وده الدولاب طبعا، انا مش سايبه فوق الدولاب حاجه. دي التسريحه برضو معلهاش اي حاجه اهو. ودي السجاده بقى اللي انا فرشاها. ودي شكل الاوضه بقى، انا اول ما بدخل كده بلاقي السرير في وشي اهو. نخرج بقى على الصاله، ولا ندخل على اوضه الاولاد الاول وبعد كده الصاله؟ يلا بينا. ودي كانت اوضه الاولاد بعد ما اتفرشت. هي مفيهاش اي حاجه اهو، مفيهاش اي حاجه طبعا. فرشت الملاية ديت لهم والمخدات وكده، بس مفيهاش اي حاجه. ودي السجاده اللي انا غسلتها وفرشتها. طبعا نخرج بقى على الصاله. بصوا بسم الله ما شاء الله، المفرش ده بقى مفرش فرو ابيض اهو، لسه شاريه جديد. ودي الفازه بتاعتنا اهو، ده شكل الركنه والمفرش الفرو. هقرب لكم منها كده اهي الركنه، وحطيت المفرش ده طبعا هنا يديني شكل كده. ودي السجاده طبعا اللي انا فرشاها بني. تعالوا بينا على الستاره. ودي كانت الستاره اهي، قطيفه برضو لسه شاريها جديده. طبعا انا بحب اقعد في الجو ده بقى. بصوا اهو، هي الاباجوره بس اللي هايده، والجو هادي وتحفه ما شاء الله اهو. ودي السجاده طبعا اللي تحت السفره. طبعا نولع النور تاني. وده كان شكل الصاله بتاعتنا كلها اهو، ما شاء الله. كده حاجه تفتح النفس. كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى اشتركوا في قناتي لو لسه مشتركتوش. طبعا ندخل بقى على الاوضه. بسم الله. دي انا كنت عملتها معاكم برضه، انا محطتش، بصوا ما حبيتش يعني اكتر فيها اي حاجه. وانا فرشت الحفاظات اللي انا بفرشهم على الركنه، وحطيت المخدات البسيطه دي اهو. والترابيزه سبتها كده ما حطيتش عليها اي حاجه اهو. اهي الركنه كلها. ودي المخدات طبعا اللي في الاخر دي المخدات اللي بتتحط على الركنه، بس انا مش حطاها، يعني ساعات بحطها وساعات لا اهو. كده شكل الاوضه كلها. والتلاجة طبعا احنا غسلينها مع بعض مخلينها زي الفل اهو. ودي طبعا واحده بقيتهم بحطها في الجنب ده. والستاره طبعا علقتها اهي، علقت طبعا الستاره. وكده يبقى شكل الاوضه اهو، بس ما شاء الله هاديه وتحفه. انا مش مكتره يعني مخدات وحاجات، مخليها هاديه كده، الهدوء حلو برضه. ونخرج بقى من الاوضه على الصاله على طول اهو، نلاقي المنظر التحفه ده. يلا بقى، لو لسه مشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ودي السله طبعا. طب بس قولوا لي، السجاده دي حلوه ولا احط واحده اكبر؟
انا كنت هحط واحدة اكبر، بس قلت لما اخليها يعني يومين ولا حاجة ويبقى شيلها. وبرده كنت عايزة احط ستارة هنا لون تاني، بس قلت برضه احط دي عشان يعني متبقاش الدنيا قافلة، بس الجو حلو برضه يعني. الإضاءة حلوة ولا ايه؟ قولولي. شكل السجادة حلو.